معلومة خطيرة عن ماء زمزم وبول الإبل ممكن تكون أول مرة بتسمع عنها. صلي على حبيبك النبي، لايك وفولو ويلا بينا. ماء زمزم المسمى ماء لكنه بيختلف جذريا عن مركب الماء العادي. كل مياه الدنيا تنتمي للمركب الحمضي لكن ماء زمزم قلوي. ايه معناه الكلام ده؟ معروف ان الفيروسات اطلاقا ما بتعيش في البيئة القلوية، لذلك شرب مية زمزم بيدي مناعة قوية جدا لجسم الإنسان ضد الفيروسات. فسبحان الله من حكمة ربنا في وجود مية زمزم في مكة بالذات لحماية حجيج بيت الله الحرام من الإصابة من مختلف الوفود للأراضي المقدسة. فبيقوم المسلم بعمل شيء اسمه التضلع بماء زمزم، يعني يشرب عدد أكواب فردي على معدة فاضية بنية الشفاء، ويا سلام لو كان صايم، وبإذن الله يشفى من أمراض كتير. أما بول الإبل فكتير مننا بيستغرب إن في ناس بتشربه، ده حقيقة لأنه مفيد جدا ومصدر دفاع قوي جدا ضد الفيروسات، والسبب إنه الوحيد من أنواع بول كل المخلوقات قلوي مش حمضي، ده كمان طاهر ومفيد جدا للشرب، على عكس باقي المخلوقات بيكون البول بتاعهم حمضي وأحيانا نجس.